من سيدي بالعباس نداء استعجالي موجه إلى والي الولاية السيد سمير شيباني من قبل سكان عمارات 60 مسكنا بحي طريق معسكر. هذه السكنات الأيلة للانهيار والمهترئة والتي تشكل خطرا كبيرا على سلامة السكان القاطنين بها. هؤلاء السكان الذين قدموا عدة طلبات من أجل ترحيلهم أو ترميم تلك العمارات للجهات المعنية، إلا أنه لا حياة لمن حنا رانا نطلبوا من سيدي الوالي والسلطات الدولية من وقفة احتجاجية في الحومة تاعنا في الكارتي تاعنا. حنا رانا نطلبوا من سيدي الوالي يجي يشوف الضر اللي راه في هذا الإمام. هذه العمارة راها باغي يطيح على المواطنين. يليق التدخل. إلا ما جيتوش غادي نجيو حتى للولاية. يليق يجيو يشوفوا لنا حل في هذا السكاني. صاي هذا السكاني ما راهمش يكزيستو دابا. هادو راهم أكثر من فوضوي. حنا رانا مريسكين، حنا في ديارنا ورانا خايفين. كلشي بالحيطان مشقوقين. حنا رانا نطلبوا من سيد الوالي يجي يشوف الوضعيه تاعنا. هذا اللي رانا نطلبوا فيه. رانا نطلبوا بالوالي سيد الوالي يجي يشوف الوضعيه تاعنا. حنا رانا بغينا وقلنا وهذه رانا نسلموا بالوالي. احنا جميع الابواب طرقناها بطريقه قانونيه، ولكن لا حياه لمن تنادي. ما كانش كاع اللي قالنا، غير اللي نغدونا يقولنا انا ما عندي ما نديركم. يعني رسلتوا والي ولايه سيدي بالعباس على المشكل نتاعكم؟ ما جاوبوناش. دخلنا عند الوسيط الجمهوري واستقبلنا وكانت اذان ساعيه لنا، ونشكروا على هذا الشيء. وراسل الوالي شحال من مره ومازال ما جاوبناش. روحنا يامس المدير السكن والتعمير، قال لنا انا في هذا المنصب الكرسي اللي راني مجمع فيه نتصنت تبارك ما عندي ما ندير لكم. هذا اللفظ ما عندي ما ندير لكم، زعما تموتوا ولا بغيتوا تموتوا طيح فيكم على باليش بكم. هذه هي المعنى تاع هذا مدير التعمير والسكن اللي راه في المجلس الشعبي الولائي. يامس كنا عنده، يعني كاع الابواب طرقناها بطرق قانونيه، ولكن كجدوى تشققات في الجدران، اهتزاز في البنيه الارضيه، الماء راه يطيح علينا حنايا كيصير. ولا رانا عايشين حياه التوتر والقلق، حتى لاولادنا رانا عايشين ونقارعوا غير الفاطمه وتطيح علينا. سيد الولي نطلب منكم التدخل السريع لانقاذ الارواح البريئه من هذا الشيء اللي رانا فيه. وروحوا تشوفوا. بغيتوا خرجت لجنه السي تي سي وعاينت لو 15 مي خرجت. واش قالوا لكم؟ روحنا لهم يامس لحد الساعه ما كان حتى حاجه. قالوا لنا زعما تاع البيض هو اللي ما داش. انا اتصلت بالسيد مدير مركز الخبره والمعاينه شخصيا، قال لي ما راهاش عندي انا سيده، قال لي راه عندكم في بالعباس، ما عطاونيش لو بونت كومون باش نبدا الخبره. هما يامس هاك تحت. الاخت الكريمه، يعني انتم باش راكم تطالبوا؟ احنا نطالبوا التدخل السريع باش ننقذ هذه الارواح. هذا فاطمه قادر في اي لحظه تنهار يجي يشوف تجي كيما نقولوا مقاويه توصل للوالي، يجي يشوف. ما راناش نقلبوا، يجي يشوف حال، يجي يشوف شخصيا. يعني شحال كاين من مسكن هنا؟ 60 مسكن. وكل عائله راك عارف شحال فيها. يعني الرساله لمن توجهها الاخت الكريمه؟ هذه موجهه للسيد والي ولايه بالعباس. رانا طرقنا جميع الابواب ولدينا كاع الكتابات الوثائق، كلشي لدينا الشيء اللي كتبنا لهم، ولكن لا حياه لمن تنادي. واحد ما راهوش على باله بينا. رانا من 28 ابريل وحنا على قدم الوثائق كل يوم رانا برا، ولكن ما لقيناش غير رسالتها. 2018 دايرينها بالتهدام. جوسكا كانت شي حاجه ما بانت لنا. الشقق الداخل تاعنا كلها يعني شكون اللي قال لكم على التهدام؟ شكون هو اللي نعم قالوا لكم بلي هذه راه تهدام؟ مشينا بطريقه قانونيه، ما مشيناش حرقنا التجاوزات ودرنا فرحنا نقولوا قانونيا. انا نطلب من السيد الوالي يتدخل علينا، لان الداخل الشقق كلها يعني انشقت. تشوف مثلا المطبخ البيت كل جدار الفلانيه راهي طاحت، راه كي تتكلم حاجه تسمع بيه هكا طراك. لازم الزلزله تاع تلوشن واضحه العماره من برا. كاين من الواجهه الداخليه الكونترول اللي يدخل يعني لازم ينظر الاكسبرتيز هذه تاع الخبره. قلنا لهم كون نموتوا، قال لك لو كان تموتوا ما غاديش يجوا نعزوا عندنا ديارنا، عندنا سكان. هذه قال انا مسؤول، لا داعي لذكر الاسماء. بصح قال لنا مسؤول، قال لو كان قلنا لهم كون طيحي علينا ونموتوا، قال لك حنا ما غادي تموتوا ما غاديش نعزك. انا عندي داري. هذا اجابه على شكون اللي انتخبه الشعب.
باش يوقف مع الشعب يجي ضد الشعب هذا الكامل. هذا منتخب اللي قالها. هذا يعني مسؤول يخدم في المسؤول اللي بحالنا خرجكم من قالنا حتى من نطيح وتجوا تجاروا، قالنا انا ما نجي نجري، ما وين انا راني في دارتي سكتي، ما عندي علاه نجري، ما عندي علاه نجري. هذه هي. نعم الاخ يقولوا يعني وش قلنا على هذا المشكل تاع. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بصفتي كامين ولائي للمجتمع المدني، نحن نتاسفوا في هذه 60 مسكن هذه، وحنا فعلا سمعنا في 2018 على بالي بلي هذه في 2018 داروا دراسه باش هذو الناس يحولوهم من هذا الاخطر. نعرفوا واحد من الاصدقاء هنا اللي كنا نتصلوا بهم في 2018 هنا، واليوم رانا نزيدوا راها تنهار يوم بعد يوم، وعلى بالنا كاين اللي راهم حتى زوج عائلات هنا على بالي بلي كاين 60 مسكن، ولكن كاين اللي كان راهم زوج عائلات هنا. احنا اليوم نطالبوا من السلطات العليا عندما عززت السلطه المحليه اليوم احنا نطلبوا من وزير السكن ومن رئيس الحكومه ومن وزاره الداخليه والجمعيات المحليه طالب التدخل العاجل الفعال قبل ما تصرى كارثه. هذه غادي نحملوا المسؤوليه هنايا. هذا خاطر على السكر. رانا نشوفوا راه التشقق منا، ومن وراء العماره مليته كذلك راه التشقق. وبالنسبه للتعليمه لرئيس الجمهوريه اللي دارها على سكنات الهشه، قال هذه دوك حنا نشوفوا رئيس الجمهوريه ما شاء الله راه يمد في تعليمات صارمه، وراه يقول باللي كفاني من هذه سكنات الهشه هذه. احنا اليوم نشوفوا من مجلس الامه ولايه سيدي بالعباس، من مجلس الشعب البرلمان، الا ما عدا واحد نائب على مستوى سيدي بالعباس اللي راه يتحرك هنا وهناك وهو مشكور. ولكن المنتخبين الاخرين والمسؤولين وبصفه المجتمع المدني وين راه اللي باش يقدم الانشغالات لتحدث ضعفاء المواطنين. احنا رانا المواطنين نعرفهم الا ما عدا في الانتخاب. المواطن الجزائري ولا السيد الا في الانتخابات، وهذو رانا من نجوهم في الانتخابات رانا نشوفوا هما الناس الاولين اللي راهم مانيش عارف الناس راه تنتخب في الناس الغيورين ولا مانيش عارف. ولهذا احنا اليوم نتحدى المسؤولين على مستوى ولايه سيدي بالعباس، وعليه اليوم نطلبوا السلطات العليا طالب التدخل العاجل والفعال لهذه الكارثه. واشكرك. تخلع الارض في حيطان والحيطان هذو الحيطان اللي راكم تشوفوا فيهم تحت الباطينات، لو كانت تمشي ندب لها هكا غادي يطيح. البوتره تاع لي زيسكالي ما كانوش كاع يسيلوا، درك راهم يسيلوا بالماء. التيوق ما راهمش يتبلعوا والبيبان ما راهمش يتبلعوا. مناش راهم ديكاليا الباطيمات العواج راها مايله نصها ونصها، يعني من الله في سير راها كل يوم غيجي واحد مرطو بيكار يقعد يحفر في داره، تطرطق عندك انت تطرطق عند جارك. انا كي قالوا الترميم انا خلعوني بديك الكلمه يقولوا لك ترميم هل ترمم حائط ما ترممش تاع فونداسيون ترمم صاي فونداسيون تقول لك بلي الحل غادي نطيح. هذه هي رانا طالبين السيد الوالي يجي يدخل يجي ويشوف يدخل. هذا الحاله الكارثيه ذلك البيئه السكنه والشراكه البيئه سيدي بالعباس كي ولا ما في سير اللي خرجت من هذه هنايا ملاحظه اخرى، وكما البراءه هذو هنايا قادر هنايا يطيح واحد هنايا وراه البيئه هنايا وراه المحيط على البيئه هنايا غايبه. وهذه شكون يتحمل المسؤوليه نتاعها؟ هذه دوار وما راهش كيما هكا. هذا في سونتر فيل ولايه سيدي بالعباس 2004 مانيش عارفه. هذه ولايه سيدي بالعباس وراها رايحه. علاه رانا نقولوا دائما ولايه سيدي بالعباس ولات كالدوار. فعلا هذه كنا نشوفوها في الدواوير. دوك راه في ولايه سيدي بالعباس مكتوب هنا هذا هو تاع القنوات هذه تاع صرف المياه هنايا. شوفي راها دايره كارثه هنايا هما هنا كذا شوف القطره كل يوم القطره نهضر عليها كل يوم. المرأة ايه واه المرأة ما صدقش للضوء صيد عيت هو يسكت ما قديناش لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. للضوء صي ما بقاش
نبغيهم يدخلوا للديار باش يشوفوا شكاين برا دخلوا في الديار والله انا ما يديروا حتى حاجه.